أفكار مؤذية عن العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية جزء كبير من حياتك، وبتحصل كمان في العمل أو في الدراسة. ممكن علاقتك تتحول لأسهل حاجة بتتعامل معاها في حياتك الاجتماعية، وممكن تتحول لكابوس نفسك تصحى منه. وده بسبب الأفكار المؤذية اللي للأسف انتشرت بشكل كبير. فعشان تعيش علاقة صحية لازم تعمل الآتي: أولاً، أنت أكتر واحد عارف الطرف التاني. مهما كان الناس اللي حواليك يعرفوكوا أو يبانوا إنهم فاهمين في العلاقات، لكن عمر ما حد هيعرف يحل مشكلتك غيرك. فما تاخدش برأي حد إلا لما تترجمه وتتأكد إنه مناسب. ثانياً، ابعد عن الأفكار السائدة. مش كل حاجة تسمع عنها لازم تقلدها. شوف إيه اللي يناسب علاقتك واعمله. حاول تفهم إيه المفيد للعلاقة وسيبك من التقليد. ثالثاً، حط قواعد من الأول. في بداية العلاقة مهم قوي إنك تتكلم، تفهم الطرف التاني بيحب إيه ويكره إيه، وتفهمه أنت كمان بتدور على إيه. خطوة بتتنسي في فرحة البدايات، لكن مع المشاكل هتكتشف إن ده كان أهم حوار بينكم في العلاقة. وأخيراً، هنستناك تقول لنا إزاي الأفكار السائدة في المجتمع عن العلاقات قدرت تأثر بشكل سلبي على علاقات عشتها أو شفتها.